5 أطعمة مذكورة بالقرآن حنعمل فيها خلطة سحرية. هيدي الخلطة اللي كل يوم باخد منها معلقة، وما تتخيلوا الفوايد قديش هي. من مكوناتها انتو حتعرفوا: التين والزيتون والتمر والعسل والزنجبيل وزيت الزيتون. معلقة وحدة بتكفيكن عن اي سبلمنتس واي مكملات غذائية واي فيتامينز، بتعطيكن طاقة ما تتخيلوا قديش. اول شي بمرط بين ازاز بدي احط بالكعب زيت زيتون، بعدين بدي اجيب التين قطعه لأربع مثل ما عم بتشوفوا، لحتى بكل لقمة تطلع لي منها قطعة. بدي اقطعهم وجيب التمر نفس الشي، بدي اشيل النوى، بدي اقطعهم لقطع صغيرة بهيدا الشكل. بدي اجيب الزيتون حاليا كمان نشيل منه البذور وقطعها قطع صغيرة، لحتى بكل لقمة احرص انه تطلع عندي من كل المكونات بنفس اللقمة. حاليا بخلص عندي الكمية وبدي ارجع اضيف عليهم العسل والزنجبيل. الزنجبيل كمان مذكور بالقرآن والعسل. بدي ابرشهم برش بهذا الشكل لانه هي طعمتها حدة، ولكن بتعطيها نكهة صدقوني كتير 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 طيبة.